اقول لك يا ولدي، قول يا ابوي. انا حاسس ايامي قربت. لا بعد الشر عليك يا ابوي، ربنا يديك العمر الطويل وتعيش لني. الله يخليك يا ولدي، بس عمك دي مفتري، انا خايف اموت في اي وقت. عم يضحك مصطفى. عليك. ايوه عمك مصطفى، خايف وبيضحك عليك. انا اروح اقول له ان انا عاوز نصيبي. حتى عمي مصطفى غلبان يا ابوي. لا يا ولدي، استناني هني ما تتحركش، انا رايح له. بقول لك ايه يا عاد، تروح عند بيت خالك وتطلب الورث بتاع امك، سامع ولا مش سامع؟ يلا. اقول لك يا اخوي، خير. عايز كل خير يا اخوي، بس صراحة ربنا جاي لك، بس انا عايز ورثي، انا ضمنش صراحة عمري. بتقول ايه يا ود ابوي؟ ايه مش ضامني؟ حقك معايا يا ود ابوي وما تخافش. وبعدين انت عارف اللي احنا كده من زمان انا وانت، عيب عليك يا ود ابوي الكلام اللي انت هتقوله دي، وبعدين بعد الشر عليك. الله يخليك يا ود ابوي، بس انا كنت عايز ورثي وكل واحد يضمن حقه، زي خاطر بكره وبعد العيله هتكبر والنفوس هتتغير يا ود ابوي، انا عايز ورثي خلاص. ماشي يا ود ابوي، عدى علي شوي كده وانا اديك حقك. ماشي يا ود ابوي، ربنا يخلينا لبعض. سلام. عاوز حاجه؟ جاي بيقول لي ورث، ورثيه كمان ان شاء الله. طب طول ما هو طلب ورث وعزة وجلالة الله لا خليه يتحسر عمره كله على ولده، وانا عارف هعمل ايه كويس عشان الورث يبقى بتاعنا بس. ما لما اروح اشوف ابويا اتاخر ليه؟ يا واد يا متصل، ايه يا عمي؟ من راح فين؟ والله راح لابويا اشوف اتاخر ليه. وانا محصلك على ولدك يا ود ابوي عشان تعمل كده كويس. الحق ولدك يا عم اسلام، ولدك هيغرق. انت بتقول ايه؟ والله شفته بعينين الاثنين. انت صح يا ولدي، شفته بيغرق هنا. اه والله شفته هنا يا عم اسلام. يا خربان البيوت يا ولدي. صدق الله. بقول لك ايه يا عم اسلام؟ في ايه يا عاد؟ هو في حد يتكلم دلوقتي في العزيز؟ بصراحه يا عم اسلام ولدك ما غرقش، انا ضحكت عليك، ده اخوك اللي غرقه.